فجاه واحده لقيت نفسي بقع ايه ده؟ على الشط مليان صخور 3 متر مثلا. مثلا، وقعت على ظهري في صخور. فانا عشان افادي ظهري من الصخور دي فعايز انزل ساند كده، دراعي ده شالني، دراعي ده ما شالنيش، فالعظمه دي اتكسرت نصين. واحده كده عندها مثلا، عشان ما افورش، بس هي كسره 90 مرتاح. انا دايما اقول 120 130، بس انا حاسس ان اوفر، بس هي كسره 90 مرتاح. انت لما بتروح الاماكن السياحيه ده مش ده الطبيعي. انا احب اسافر اروح كل بلد واحضر واشوف الحاجه اللي هي ايه، لازم اقعد مع اهل البلد. خلي بالك دلوقتي الستايل برضو، الاجانب اللي بيجوا مصر هو اول حاجه بيدوروا عليها ايه؟ الحسين. شارع معز. الواحد رايح 90 100 دوله ويقول لك مصر من احسن 5 بلاد انا رحتها. ده حقيقي. العالم كله بيحب شرم الشيخ لان احنا عندنا ميه ما مش عند حد. غريب. مش عند حد. اللي تحت الميه في شرم ودهب مش عند حد. انت قلت لي اول بلد بره بقى مصر، احنا نبعد عن جوه مصر خلاص. ماشي. عايزين اول بلد ماشي، اول بلد كان سريلانكا. سريلانكا. انا وقعت فيه. صح. ماشي. بس ما صورتش يعني بسريلانكا وتنزانيا ولبنان اول 3 مرات. الحاجات دي كنت مسافر انت ليك؟ انا مسافر واخد اجازه من الشغل وطلع وهتصور بقى الصوره بقى على البحر واحد السكس باكس والكلام ده الجميل. انت عملت كامبينج بره مصر؟ كامبينج عملت مره في مدينه اسمها باكو. دي فين؟ اذربيجان. اذربيجان. بس كانت مره واحده وما كررتهاش تاني يعني. ما عجبتكش؟ لقيتها مش من ضمن الحاجات اللي انا بستمتع بيها. انا زي ما قلت لك انا بحب اجرب جدا. وفي الاخر اقرر دي الحاجات دي انا هستمتع بيها ولا لا. اوكي. هو كانت عباره عن ايه يعني؟ الكامبينج كان عباره عن ايه؟ لا بص، هو الكامبينج كان عامل ازاي؟ لا احنا ماشيين في الطبيعه. اوكي. قاعدين في مكان كله جبال خضراء، فقررنا كان معايا ناس، قررنا ان احنا هنبات هنا. اوكي. هنبات هنا، احنا كنا ماشيين هنبات وانت ماشي ده كامبينج يعني. احنا هنفرش وهنبات هنا. وكانت بقى حاجات بالليل كده وشايف حاجات بتتحرك وقصص وانت كمان في الكامبينج لو قاعد بعيد كمان عن البلد قوي، فانت بقى جو بقى الطبيعه والحمام والكلام ده، الموضوع ما بيكونش انت مع الطبيعه في كل حاجه بقى. ما انت مع الطبيعه. فانا مع الطبيعه كده لا ما جاتش يعني يعني انا ممكن اعمل كده بس يكون في حمام بس. طب في اماكن بره مصر سافرتها حسيت بعدم الامان؟ عدم الامان؟ حسيت ما فيهاش امان بره مصر؟ لا. طب في اماكن بلاد تخاف تسافرها؟ اخاف؟ تحس لا مش سيف، مش امان برضو؟ لا عادي لا خالص. يعني انت من الناس انا ادوس في كل حاجه يعني. حتى انا كانت جايه لي انفيتيشن كده في ايران ان انا اروح هناك، وانت حاجه تبع تنشيط السياحه هناك يعني. اوكي. هو انا رفضت بسبب ان انا كنت رايح اقدم على فيزا امريكا بعدها، عشان الناس قالوا لي بقى انت لو لقوا خيط لايران وما اعرفش ايه فمش هيرضوا، فرفضت بسبب كده. لكن لو عليا لا انا اروح اقعد عادي يعني. اوكي. انا في تنزانيا كنت بمشي في اماكن ما ينفعش بني ادمين تمشي فيها. هو دي حاجه مش صح، بس انا ده بقى انه جزء من متعتي. طب لا انت لازم تخلي بالك برضو من الحاجات دي. ما هو ايه اللي هيحصل؟ انا برضو يعني انا مش انسان ريسكي يعني يعني ممكن اكون عكسك شويه. بس انت بتتكلم في ايه يعني؟ حيوانات مثلا قصدك وكده ولا ايه؟ لا هو تنزانيا عامه عندهم بقى قبائل اكل لحوم البشر والكلام ده. وعامه هناك الناس انت دايما بتلاقي سكاكين في جيبهم، ده في اي حته، حتى هو ماشي على البحر الصبح. وده كلام ده كلام. فانا في مره كنت رايح عايز اروح مكان، وفي الفتره اللي قعدت فيها لوحدي دي وعايز بقى اروح مكان بالليل كده يعني، عايز اخرج اعمل اي حاجه. ما هو الدنيا بقى بتضلم بقى والشمس مضلمه. مش كل البلاد زي بعض برضه يا راجل. أنا في مثلا مكان، ما انا عايز استكشف. ما هو انا بقى ده جزء من متعه السفر ان انت بتستكشف البلد. ما انا لو قعدت في الاوتيل يبقى انا استفدت ايه؟ ولو رحت الاماكن، لا انا عايز اروح المكان اللي اهل البلد بيسهروا فيه بالليل. انا مش عايز اروح بقى المكان بقى الجامد اللي هو، لا انا عايز اروح المكان اللي هو الاقي فيه كله افارقه. اللي هو عايز اخش المكان الاقي الرقص الافريقي ومشغلين الزمامير بتاعتهم وما اعرفش ايه. هو ده هي دي متعه السفر. صح. والاقي بقى اللي هو بقى الاكل، طريقه تقديم الاكل بتاعتهم. اصلا انا لو سايح اماكن كتير وهلاقي هخش الاماكن هلاقي بقى السياح قد كده، المان عرب اسيويين ما اعرفش ايه. فانا يبقى فين السفريه يعني؟ فين المتعه في السفر في كده؟
حاجه زي كده هي ريسكي شويه، في ان انت بتكون ماشي بس في مكان ضلمه والناس حواليك وعمالين، انت مش فاهم بقى المكان ده امان ولا مش امان. بالظبط. بس مش عارف ايه اللي هيحصل يعني. ما اعرفش، يعني ما بحسش انا بخاف يعني. انا زي ما بقول لك، انا مؤخرا ممكن حته ان انا اطلع بقى انط من فوق طياره والكلام ده، ما بقتش احب ان انا اعملها. اوكي. او حسيت ان انا ممكن افكر الاول، يلا بينا يا معلم طياره، يلا نط من طياره، يلا من غير باراشوت نط معاك، ايه اللي فاهم؟ ممكن نقع في الميه وهننزل نعوم مش هنموت يعني. لكن دلوقتي طب لا، طب ممكن ما اعرفش، طب ممكن ما ايوه اعرفش بعد عمليه دراعي دي بقت لان زي ما بقول لك انا اهم حاجه عندي الصحه دلوقتي. خلاص هي صحتك، لان انت صحتك كويسه تقدر تعمل اي حاجه في صح. الحياه. طب ايه الاماكن بره مصر برضو؟ احنا دلوقتي خلاص حاجه هطلعنا بره من مصر. مصر بقى. ماشي. شايف ان هي رخيصه، مم. يعني مش هتدفع كتير وفي نفس الوقت هتستمتع قوي. ماشي، بص مبدئيا عشان السؤال ده اصلا بيجي لي كتير جدا جدا، راجل احنا عايزين نسافر باقل التكاليف، راجل احنا عايزين نروح ما اعرفش باقل التكاليف. اللي انا اكتشفته ان انت اللي بتحدد سفريتك هتمشي عامله ازاي في اي بلد. اي بلد بقى. في اي بلد، في بلاد بتكون غاليه سنه، في مم. بلاد بتكون هي فعلا بطبعها رخيص، بس كبادجت رحله انت اللي بتحدده من الاول خالص. بمعنى ايه؟ دلوقتي مثلا احنا هنتكلم على بلاد، في بلاد طيرانها غالي جدا بس هي رخيصه، بس هي رخيصه وتاشيرتها رخيصه. زي اسيا مثلا، حاجات كتير مثلا في اسيا. هنتكلم بقى على فيتنام اها. وتايلاند، انت رحت تايلاند طبعا، رحت بقى. وتايلاند وبالي والكلام ده. طبعا هي كغلو بلاد. يعني احنا مثلا لو هنيجي نتكلم دلوقتي على من الارخص للاغلى، او خلينا نقول من الاغلى للارخص في بلاد اسيا، في ماشي. البلاد اللي هي جنوب شرق اسيا، هنقول تمام. مثلا سنغافوره، دي اغلى اغلى حاجه. حاجه. طبعا سنغافوره وهونج كونج والكلام ده غاليين جدا يعني، بس سنغافوره اغلى حاجه. بعد كده بقى هنيجي على اكتر 4 بلاد ترند. ايه اكتر 4 بلاد ترند؟ تايلاند، اللي هي الناس بتحب تسافرهم يعني. تايلاند، بالي، تايلاند، اندونيسيا. بالي، فيتنام، ومالديفز. بس اندونيسيا حلوه برضه قوي، فيها جزر كتير قوي غير بالي. يعني بالي بالنسبه لي مش احلى حاجه. خلينا بس نتكلم على موضوع من الارخص، من الاغلى للارخص. مش حلو. سنغافوره، مالديفز غاليه جدا برضه، امم. ومش مكان مش احلى حاجه في الدنيا يعني. امم. يعني اوفر ريتد بطريقه يعني مرعبه يعني. ينفع تروح لوحدك وينفع تروح شهر عسل عادي، هتتبسط في الاثنين، بس هي اخرها 4 ايام. اوكي. 4 ايام وهتصرف فيها كتير جدا. امم. فلا تصرف 4 ايام هنا، ممكن تصرفهم في 3 اسابيع مثلا في تايلاند ولا سنغافوره. تتكلم على مالديفز، بعد كده بالي، بعد كده تايلاند، بعد كده فيتنام. بالنسبه لي فيتنام ارخص بلد في اسيا. فيتنام. فيتنام ارخص بلد في اسيا. فين في فيتنام بقى يعني؟ فيتنام فيها هانوي العاصمه. اوكي. في في مكان كده. ايوه، قول لي شكل وانا اقول لك المدينه اسمها ايه. قول لي ايه اللي بيحصل فيه. اسمها ايه؟ هي على البحر؟ ايوه، اسمها دانانج. اسمها ايه؟ دانانج اللي هي فيها الايد بالكوبري. لا. ماشي. انت قلت اسمها ايه؟ دانانج. دانانج. لا. ماشي. سابا. لا. طب شكلها عامل ازاي؟ اصل هي على البحر. هويان. هويان. الله. هوتشيمين. ما انا كده جبت لك لا. المدن في فيتنام كلها. طب ما انت كده ممكن آه، بره فيتنام، لا. كمبوديا مثلا. لا هي فيتنام. هي فيتنام وجامدة قوي. هانوي. هانوي. هقول لك هالونج باي. هالونج باي حاجه كده بتبقى في كروز انا والناس. لسه افتكر اسمها، بس انا اسمها انا عارفها على فكرة، بس انا ناسي اسمها. مم. انا قلت لك عندي مشكلة في ماشي. الاسامي، بس مش ولا واحدة من دول. بس ماشي. هي على كوست كده. لا هي بص، هي جميلة، هي فيتنام فيتنام حلوة قوي. هي الميكس بتاع اسيا. اه. بس الميكس. الاكل ايه؟ هي انا فاكر لما كنت بعمل السيرش بتاعي يعني، مم. حسيت ان الاكل صعب، اكل مش في اسيا، زي تايلاند. اكل في اسيا كله صعب. لا بس تايلاند يعني بوكات مثلا، لا هتلاقي اكل. مم. هتاكل سي فود، هتاكل شاورما. السي فود في تايلاند احسن هتاكل طبعا. شاورما، هتلاقي مم. في عرب عاملين اكل صح. في مطعم اسمه القاهرة. ايوه، في مطعم بيبيع كشري فبوكات. اللي هو بتاع اه. الكشري ده، صح. لا ده القاهرة ده مطعم عادي، امم. اكل حلال، امم. بيعمل كل حاجة. ايوه. ملوخية، سي فود، كل حاجة. ايوه. واسمه لا القاهرة. كاكل تايلاند الفرايتي فيها اعلى. اوكي. فيتنام اكل فيتنام. ما هي دي المشكلة. اه. فيتنام خلي بالك ان بص، على قد احنا بنتكلم كل ده،
ك بتتقال ازاي، كبزنس لسه ما اتشافتش قوي. اه يعني ما فيش رجال اعمال من بره تيجي تفتح فيها مشاريع امم لسه. يعني مثلا كبراندات والكلام ده تلاقي واحد مرمي في كل هي حته. البلد اللي بقول لك عليها دي كان فيها حرف تي تقريبا. صعبتها لك خالص انت كده. كده الموضوع. انسى الموضوع ده خلاص. تمام، طب كمل كمل عشان انا قطعتك. كنا بنتكلم كنت على ايه؟ بتتكلم على الاغلى للارخص. مم. كنا ودخلت بنتكلم على فيتنام. ان فيتنام دي انت بتقول لي هي ان هي الميكس. ارخص حاجه. اه اه تمام صح كده. هي ارخص حاجه. وكنا بنتكلم على الاكل. على الاكل كنا برضه بنتكلم على الاكل. الاكل في تايلاند كتنوع اكل بثقافات مختلفه موجود. امم لكن الاكل الاسيوي كله هو متعب. يعني فكره حلال وحرام الاكل ما انت بيبقاش. بتتكلم عن حته الحرام والحلال دي اصلا ولا حته النظافه؟ في ناس آه بتشتكي برضه. فين؟ يعني في ناس مثلا في تايلاند تروح تاكل ما انت تسمم، حالات تسمم ما بقى. انت عينك بقى. اه عينك. ما هو انا احب اجرب زي ما قلت لك، احب اجرب الاكل بتاع البلد نفسها. امم بس انا عيني شايفه ايه. اوكي. يعني انا احب ان انا مش مكان سياحي، احب ان انا اخش شارع كده على جنب والاقي واحده بتبيع ما اعرفش إيه. امم بس انا قبل ما هاكل عيني اشوف، يعني اشوف اوردرين بيتعملوا. امم اشوف اوردرين بيتعملوا واشوف برضو الناس. ودلوقتي بقى كمان في جوجل في الريفيوهات بتاعت الناس بقت باينه قوي. يعني بقت بتوضح لك حاجات كتير. يعني فكره ان هي انا عايز اسافر باقل تكاليف دي، انت اكتشفت ان هي لا، انت ممكن تسافر بلد تظبط نفسك فيها باماونت معين او برقم معين. نفس القصة ببلد تانية. اه في بلد ممكن تبقى اغلى من بلد، ممكن في بلد تبقى الاكوموديشن او الاقامة رخيصة بس طيران غالي، فده بيعوض ده، صح كده؟ بالظبط. بس لا، في حاجات بقى كمان انت اللي بتحددها لنفسك. زي يعني هي دي في حاجات بتشيل حاجات. زي ما قلت لك ممكن تلاقي البلد دي طيرانها رخيص ودي طيرانها غالي، بس البلد دي غاليه والبلد دي رخيصه. بس في نفس الوقت انت برضو ممكن توفر على نفسك كتير قوي. يعني لحد النهارده الهوستلز هي في ناس مش فاهماها. اوكي. هي حتى ما تعرفش ان في كواليتي هوستلز اعلى من فنادق. اصلا اصلا طبعا. انا اول مرة اعرف. هو انت فكرك ان انا مثلا بقول لك انا كل ما اسافر بقعد في هوستلز. هو انا بقعد في هوستلز كده وخلاص؟ مهم. لا، انا بيهمني كواليتي المكان جدا جدا. اوكي. يعني لا، اوضه نظيفه يعني جدا وناس قاعده معاك ناس محترمه جدا. تعرف على ناس مختلفه. الحمامات طبعا بتكون نظيفه جدا جدا امم جدا جدا يعني. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي انت ممكن توفر فيها. فكره ان انت لما تروح، انت دلوقتي مسافر مثلا تايلاند. مهم. دلوقتي مسافر 10 ايام. ليه في ال10 ايام افضل اكل من ماكدونالدز وبيتزا هات وكنتاكي مهم. واخش افخم مطعم بيتزا هنا واخش افخم مطعم بتاع فرايد تشيكن هنا؟ طب ما انت عندك الكلام ده كله موجود في مصر. انت صح بقالك سنه عمال بتاكل الاكل ده. صح عندك رايح حق. بلد جرب كل حاجه، عجبك عجبك، ما عجبكش ما عجبكش. اكلهم بقى وكده. بالظبط. فانت لما بص، السفر لما تنقل من الفندق للهوستل هتوفر فلوس. مهم. توفر فلوس جامده جدا. مهم. لما تنقل من المطاعم اللي هي الغاليه للاكل بتاع البلد هتوفر فلوس جامده جدا. لما تبطل تركب تاكسيات واوبر والحاجات اللي هناك دي، وتركب يا اما سكوترز يا اما مواصلات البلد، هتوفر جامد كل جدا. ده بيوفر معاك. كل ده في الاخر بيطلع لك رقم كبير. مهم. رقم ممكن تسافر بلد تانية. يعني رقم ممكن يخليك تسافر بلد تانية. الفكره مش في ان انت، ده غير بقى كمان وانت بتحجز الطيران من الاول. انت ممكن دلوقتي انت تسافر فيتنام، انت تجيب تيكت ب 40,000 جنيه وانا اكون جايبه اصلا ب 34,000 جنيه. مم. ممكن انا اكون جايب تيكت اصلا ب 26,000 جنيه وانت جايبه ب 27,000 جنيه. ممكن انا اكون قاعد انا وانت في الطياره نفس، يعني انا وانت، انت الكرسي ده، انا الكرسي ده وانت الكرسي ده، وانت جايب التيكت اعلى مني مثلا ب 7 8,000 جنيه. مم. نفس الطياره ونفس طب الوقت طب ونفس قول لي الوجبه طب ونفس. قول لي انا دلوقتي عايز اقلل التكلفة. ماشي. عايز اسافر بره مصر. ماشي. عايز نتكلم في خطوات ما هو نتكلمهم انا بالترتيب جاي كده. لك انا جاي ماشي لك. يلا. انت دلوقتي المفروض انا احجز عن طريق بوكينج وانا اللي اعمل كل حاجة بنفسي واشتري التيكت بنفسي، ماشي. ولا الارخص ان انا اروح لشركة سياحة ماشي. اقول لهم
انا عايز اسافر وطلعوا لي بص طلعوني معاكم مثلا. خلينا نكون متفقين. اها. بقى بس الاول اشرب اشرب. خلينا نكون متفقين ان في جميع الاحوال شركه السياحه دي فاتحه عشان تكسب. اوكي. جميل. اوكي. صح. يعني مش فاتحين عشان خاطر بقى يجدعنوا معاك يعني. مهم. فكده كده الحاجه اللي هتشتريها منهم ب 10 جنيه هم شارينها ب 9 جنيه. اوكي. فليه انت اصلا ما تشتريهاش ب 9 جنيه؟ ما تدورش. يعني انا اللي اعمل كل حاجه بنفسي. انت تعمل كل حاجه ده بنفسك الاحسن. طبعا. اوكي. والموضوع ما بقاش صعب زي زمان. اوكي. دلوقتي بدل الموقع فيه 10 وكله بيضارب في كله. اه. دلوقتي هنبداها بالطيران. دلوقتي هقول لك بص على كام تريكه كده، دول اللي هيخلوك توفر فلوس وانت مسافر. اوكي. اول حاجه الطيران. ازاي توفر فلوس في الطيران؟ اول حاجه دلوقتي احنا لازم تكون مقرر انت هتسافر امتى، ولازم يكون في كده فليكسيبيليتي. لازم ماشي. لازم. لو مفيش يبقى انت كده مش هتعرف توفر قوي. هتدفع فلوس. ليه بقى؟ اه. لان احنا دلوقتي انت قررت ان انت هتسافر 1/7. انا مقرر ان انا اجازتي 1/7. فانا جاي قبلها بفتره بثلاث اسابيع شهر. لازم قبلها بفتره. قبلها باسبوع ده بتلاقي السعر بيضرب يعني. اوكي. تيجي قبلها بشهر 3 اسابيع فبتخش تشوف 1/7. فبتخش تلاقي 1/7 ده التيكت ب $100. فتحت الموقع ده والموقع ده والموقع ده، لازم تفتح 3 مواقع على الاقل. اوكي. لقيت هنا سعر $100، هنا 99، هنا 101. فانت كده بالنسبه لك في واحد ارخص واحد، في واحد ب 99. هتروح انت عامل ايه؟ هتروح باص على التواريخ. طب هو انا لو سافرت 30/6 الاسعار هتبقى ايه؟ تعرف ان انت 1/7 ب $100. تعرف ان انت ممكن 30/6 تلاقي التيكت بقت ب $40 اصلا، ب $60 ب $50 بتنزل رقم كبير. ممكن تلاقيها اغلى، ممكن تلاقيها ارخص. لقيتها اغلى، طب هبص 2/7. يعني انا اظبط على الديتس على التواريخ. لقيت 2/7 ارخص، خلاص يبقى انا لازم اسافر 2/7. والله مش هعرف اسافر غير 1/7. يبقى انت كده خلاص، انت كده مفيش مرونه، يبقى انت قاع خلاص. مفيش مرونه يبقى خلاص ادفع. انت اللي محتاج. صح. ما دام انت اللي محتاج ادفع، لكن لو هم اللي محتاجين خلاص. اوكي. فاهم التركية؟ اه. انت بتفتح الاسبوع كامل في حوالين ما انت عايز تسافر 1/7. بتفتح بقى من يوم 26 27 لحد 3/7 4/7. تفتح تشوف الايام كلها. هتلاقي فرق سعر في من يوم من الايام، هتلاقي في سعر وتحت. اوكي. في تريكات بقى كمان. قول لي. المواعيد نفسها. اوعى تدور على تيكت طيران في ايام خميس وجمعه والكلام ده. في الويك اند ما تدورش، لان المواقع بتكون عليها اشغال رهيب. فلما الموقع بيكون عليه ضغط، فالموقع بيفهم ان التيكت دي عليها طلب، فما دام عليها طلب فبيروح مغليه. بيغلي. لا بيغلي الدبل انت بقى. تاخد حاجه في نص الاسبوع. دي حاجه كده يوم الثلاث مثلا الساعه 4 الفجر. اه. والله. ايوه. عادي في 1 الظهر 2 الظهر. معلومات بفلوس دي. طبعا ما هي الحاجات دي كده والله العظيم. تيكتس السعر بيختلف بال 13 و 14 الف جنيه بسبب ان كنت بدور النهارده بالليل وصحيت قلت لا انا هخليها مثلا هدور بكره. مع ان ممكن واحد تاني كان بيدور راح لقاها قال لك ايه ده احجز بقى قبل ما تغلى تاني. دي اكيد هتغلى. لا مش تغلى تاني. ده هي كده جايبه البيك بتاعها يعني. ايوه. دي اول حاجه. الطيران لازم تكون انت في مرونه شويه في الحجز. ماشي حلو. تدي 3 4 ايام قبلها و3 4 ايام ده بعدها. الطيران. ده الطيران. اول حاجه الفنادق. بتخش على بوكينج جميل. في بوكينج بقى وفي اجودا وفي هوستل وورلد. هوستل وورلد ده اللي فيه كل الهوستلز اللي في الدنيا كلها. بتخش وتعمل دي بقى. ابلكيشن. دي ابلكيشنز. انا ما اعرفش هوستل وورلد. هوستل وورلد ده الهوستل اللي بيستخدمه اي حد مسافر في العالم كله. اوكي. والريتس بقى حقيقيه يعني. يعني برضو يعني نصيحه برضو للناس. لو هتنزل في هوستل زي ما انا بقول لكم، هو الهوستلز حلوه بس في هوستلز معفنه ما يتقعدش فيها. فانت طب يعني لازم يكون الريت مش اقل من 8.8 كده. 8.8 8.8 اعلى من كده، من 8.8 الاعلى ده كده حاجه جامده، ويكون واخد ريفيوز من اكتر من 400 500 واحد. اوكي. لكن ممكن يكون واخد 10/10 والريفيوز 3 بس. ده صاحب المكان وابنه وبنت خالته. مظبوط. وجاب واحد كده من الشارع يعمل لنا ريفيو. يلا فاهم. بس فتفتح ال3 مواقع دول.
بوكينج، تفتح بوكينج الجميل، تجيب من السعر انت رايح مثلا هانوي في فيتنام، دوست هانوي، جبت التواريخ اللي انت عايزها، تكتب تختار بقى تفلتر كده من السعر الاقل للسعر الاعلى، فهيجيب لك من السعر من اقل حاجه ممكن تلاقي حاجات اصلا ليله ب 30 جنيه. بس انت برضه زي ما قلت لك تبص على الريفيوز، في ريفيوز. بوكينج ما تبص على الريفيو، يعني بص على على الريت يعني، اها. من 8 و7 من 10، 8 و8 هو من المفروض 10 واحد يبص على الريت وفي نفس الوقت العدد بالظبط. بتاع انا الريفيوز ده اللي ده. انا عمري ما اخش اقرا ريفيوز، لان كده كده في ناس مش كده كده، بص في ناس مش هيعجبها حاجات، يعني ستايل الناس كلها غير بعضها، في ناس هيعجبها حاجات، ناس مش هيعجبها صح. حاجات. فانا ما ببصش على الريفيوز خالص، انا ببص على الريت والعدد. اصل اوكي. استحاله مثلا لما الاقي بلس 1000 يبقى كده ده ضرب يعني. صح صح. بس فهتوفر معاك فلوس جامد جدا، لان انت هتلاقي بقى حاجات انت اصلا مش متخيل ان في حاجات بالاسعار دي. امم. انا كنت في تايلاند، قسما بالله كنت بقعد في اماكن الليله ب $3، 3. وجت واحده في الهوست اللي أنا كنت قاعد فيه، لقيتها تقول لي انا كنت قاعده ما اعرفش في مدينه ايه الليله $1.50 اوه. بالفطار، والكواليتي محترم جدا، نضيف جدا جدا جدا. $1.50 عارف يعني ايه؟ يعني اوكي. انا لو نزلت على البيج عندي قلت ان مثلا في مكان ال10 ليالي ب $20 هتشتم شتايم من الصبح، اوكي. مع ان هو الناس ما تعرفش عشان فعلا مش منطقي، بس ده موجود. طب في حاجة تانية بخصوص يعني ان انا اوفر، اوفر؟ اه. ما انا قلت لك انت قلت الطيران، الطيران وقلت الاكوموديشن، بالظبط. الفنادق او الهوستلز، المواصلات. المواصلات بقى. ما طبعا اوعى بص، هو الغريب في البلد بيكون قاعد، ما صعب تقال كده، ما بيكونش فاهم اي حاجه، انا غريب. فاكتر حاجه او اكتر حاجه بيستسهلها، انا تهت. اه. خلي بالك التوهه دي ليها متعتها في السفر. هم. انا تهت، ايه ده، انا هركب اوبر ولا تاكسي؟ لا اسهل معلم، حاجة. هتركب مواصلات. امم. ودلوقتي في ابلكيشنز وفي حاجات بتقول لك تفتح مثلا انت هنا، فيقول لك انت محتاج تمشي 3 دقائق، هتلاقي باص رقم 966 تركبه، هتنزل عند محطه اسمها احمد بس شاهين. بس كل بلد بقى وليها حاجة. كل بلد وليه، بس يعني انا قبل ما اسافر اعرف الحاجات دي. لازم تعرف الحاجات دي. امم. ما انت لو بتحب السفر انت لازم تتعب شويه في انك تعرف الحاجات دي. ودلوقتي سيرشاتك بقى. ما فيش اكتر من الفيديوهات اللي ملميه. طبعا. يعني انت حتى مش هتسرش، انت اول ما صح هتكتب كده هيطلع لك واحد بفيديو بيتكلم يقول لك ده صح. 4 موبايل ابلكيشن اوعى تسافر من غيرهم، 8 موبايل ابلكيشنز وكل واحد يعني انت ممكن تعمل الفيديو ده وانا اعمله، مهم. بس انت تقول 4 غير اللي انا بقوله. مم. فاللي بيتفرج استفاد برضه. فاهم. يعني كده كده في الاخر اللي بيتفرج هيستفيد، فاول ما يسافر هيطلع والله انا محتاج انزل الابلكيشن ده، طب مم. نزله. بس فهي موضوع الترانسبورتيشن مهم جدا. الثلاث حاجات دول كده تقدر كان توفر في قد حاجه مش شرط كل يوم تاكل في افخم المطاعم. الاكل بقى. ده اخر حاجه بالنسبه لي، مش شرط مم. كل يوم تاكل في افخم المطاعم. مم. لازم يعني يعني لو انت قرفان قوي يعني ماشي، ما مش هيبقى كل اليوم، يعني لازم آه. تخلي لك وجبه على الاقل كل يوم في مكان شعبي، صح صح. عشان الفرق بيكون كبير يعني. مم. يعني ممكن انت كنت بتاكل في تايلاند طبق الجمبري بكام يعني، ببلاش يعني، طبعا لا ببلاش، الاكل كان رخيص في عشان تاكله تايلاند. بقى في مطعم تاني. اه. انا عشان اكل كشري، اللوكل غير المطعم. طبعا مم. انا لما كنت قاعد في تايلاند قعدت 33 يوم، فجيت في النص انا في الاول. ستريت فود حلو انا ما كنت يعني. انا كنت في الاول دي كانت برضو من ضمن اول سفرياتي خالص، مم. فانا كنت دماغي ملعبشه خالص، واكل حلال ومش حلال وفاهم، مش فاهم اي حاجه. ففضلت مثلا كده 10 ايام انا مش فاهم انا باكل ايه ولا ما باكلش خالص، فعايز اكل كشري. دخلت شفت السعر، لا انا لو صرفت كل يوم حق طبق الكشري ده، البادجت بتاعتي، ما انا بكون حاطط بادجت للسفريه كلها، مش هكمل سفريه، اوكي. مش هكملها، مش بدل ما انا متارجت ان انا اقعد 30 يوم هقعد 14 يوم. مهم. بس لا ده أنا ممكن احكي لك بقى كوارث، ده في انت كوارث. بتقول لقيتك في بوست كده حاطه بتتكلم بخصوص فيتنام. فيتنام البيض. فيه بيض البيض، حلال وفيه بيض حرام. اه ايه الموضوع ده؟ هو موضوع غريب، وان برضه الناس فاكره ان احنا بنكون بنألف، بس دي حاجات كلها حقيقيه هناك. في عندهم في فيتنام نوع بيض اسمه البالوت. اوكي. ده هو الفرخه لما بتيجي تبيض، اه. مش بتبيض ايه، بيضه صح، بيضة. والبيضه دي بتبقى في الاخر ايه، كتكوت مثلا. صح كده جميل، وفي الاخر بتبقى فرخه في الاخر، صح كده. اه. ايه الحرام بقى في الموضوع؟ احنا بناكل البيض عادي اللي بنفتحه نلاقي الصفار فيه ونعمله بقى يا اما مسلوق يا اما اوكي. اومليت يا اما.
لا البيض البالود ده بيكون وصل لدرجه ان في جنين بقى حقيقي جوه، اوكي يعني ما في ينفعش جنين. تتاكل. فلما تفتح ممكن تلاقي يعني ممكن تلاقي حاجه جوه، في بص ممكن تلاقي قلب شغال يعني، فهم بياكلوه. اوكي. وهوريك صور ليه، يعني هبعت لك انت بقى. رحت فين في تايلاند؟ معلش عارف ان انا بس حته البيض دي ماشي. لا لا بس يعني لا يعني فكره، يعني انا مش يعني هما بياكلوه؟ اه طبعا انا يعني لا هبعت لك صور الناس بتاكله، بياكلوه هبعت لك صور يعني انا مش ناس. عايز بس اتكلم، مش عايز حاسس ان الموضوع مقرف، يعني لا انا ما هبعت كنتش عارف هبعت لك فاهم صور، هبعت لك الموضوع صور، كده. هبعت لك صور والناس يعني بتاكله انت في مصور انا. جنين في الموضوع، فالموضوع صعب تمام تمام يا راجع. تايلاند تايلاند اه. انت رحت فين في تايلاند؟ رحت بانكوك، بانكوك بوكيت، اوكي. كوساموي، كرابي. انت قعدت فترة؟ انا قعدت 33 يوم اه انا جنب اسيا ده. انا عندي قصص. متعة. انا قعدت 100 يوم. ما هو انا كده هاخدك في قصه تانية، بس هقول لك. لا خلينا عشان انا منتوه. لا لا مش هنتوه. انا بعد ما قررت ان انا خلاص مش هطلع رحلات، اه فانا كان لازم اعمل بقى حاجه برضو، وانا الحمد لله كان سهمي طالع زي ما بيقولوا. اوكي. الناس حباني قوي، والارقام ارقام يعني. فانت عشان تكمل الارقام دي عملت حاجه اسمها سفريه ال 100 يوم. ده ليك انت يعني؟ اه اوكي. سفريه ال 100 يوم بلاد ومحتوى برضو. اه ال 100 يوم دول هبدا فيهم دبي، مالديفز، تايلاند، ماليزيا، بالي، ارجع على دبي، بعد كده ارجع على ام الدنيا. 100 يوم اوكي. اتخطط لها من شهر 4. التيكت محجوز 9/6. يعني انا في شهر 4 جالي مسج كده في العيد، بمناسبه العيد الكبير ويز اير عامل خصومات مع واحد داخل تيك حجزت تيكت بربع جنيه الامارات. ده اللي كنت بكلمك فيه من شويه، اوكي. ان انت عشان توقع اسعار حلوه لازم انت تكون في مرونه في المواعيد. امم عملت حاجه اسمها سفريه ال 100 يوم. احنا كده هنرجع ورا تاني ونخش، احنا مش عايزين نتوه من بعض. مش عايزين لا نتوه. بس القصه دي هتعجبك قوي. ماشي. القصه دي هتعجبك قوي. قول. القصه دي بقى ايه؟ ده انت المستقبل. هنا عشان تتكلم وتقول. المستقبل كان بيضيع. القصه دي هنا المستقبل كان بيضيع. بجد؟ اقسم بالله مستقبلي كان طب بيتدمر. قول لي ايه اللي حصل. انا قررت ان انا انا معيش فلوس خالص، زي ما اتفقنا من الاول، زي ما قلنا من الاول خالص انا معيش فلوس، وهي على قد الحافه مد رجليك. اوكي. فهي يا دوبك البلد هنا، اطلع اصور في سيوه هنا، اروح اه الامارات واذربيجان سفريه كده اسبوع في اسبوع في الدنيا في البادجت امم منه، باجي على نفسي وباجي على امم اكلي وبخس وبتدمر يعني. قبل ما امشي من زارا كنت دافع مقدم ايه؟ شقه. بعد 8 سنين شغل، شاب دافع مقدم شقه بس، ويقعد بقى يدفع ايه؟ اقساط. اقساط. انا سبت الشغل، معيش ادفع اقساط، وفي نفس الوقت معيش فلوس. انا شايف ان انا في حاجه حلوه انا شغال عليها، يعني في بروجكت قوي انا شغال عليه، مهم. بس انا البروجكت ده محتاج فلوس. اوكي. مشروع في الدنيا محتاج فلوس، بتنفست. انا معيش فلوس، وانا بدات اشوف ان الموضوع ان انا ماشي في تراك كويس، لو اتعمل صح واتعمل مختلف امم ممكن اوصل لمكانه كويسه. رحت رايح اعمل ايه؟ رحت رجعت ايه؟ مقدم الشقه اللي كنت دافعه. اه ما بقاش عندي شقه، خسرت 100,000 جنيه. خسرت. قالوا لي عشان ترجع لك الفلوس في خصم. لازم نخصم 100,000 طبعا. جنيه هما كانوا كلهم انا 200. شغال ريل استيت على فكرة. بالظبط ما انت قلت لي. طبعا في البيت ما يعرفوش اي حاجه. طبعا هم لو كانوا عرفوا لحظتها كانوا ممكن يغمى عليهم، كارثه يعني كارثه. اوكي. مفيش اي حاجه عندي، ودي الحاجه الوحيده اللي هو ايه، ده جاب من الشغل وانا فاهم. مهم. فيوم ما تعمل كده تروح خسر. و100,000 جنيه رقم يعني، 100,000 جنيه كان ساعتها الدولار ب 18 جنيه. مم. تتكلم في كام الف دولار؟ كام؟ 5000. تقريبا يعني. 5500. في 5500 ده يعني رقم برضو اه دلوقتي اللي هو 300,000 جنيه دلوقتي. اه ف وانا اصلا هو كان 100 و100 كمان فاهم، ولا 100 و100 حاجه كده يعني. فقلت لا خلاص انا مش هعرف حد،
وانا لو ما عملتش كده مش هكمل البروجكت بتاعي، وانا لازم اسافر. ما هو صانع محتوى من غير سفر يبقى بشتغل نفسي وبشتغل الناس. صح. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، وانا كده كده راجل ومش هتمرقع يعني، انا شغل وانا في الشغل انا عارف يعني. سف... ما اعرفش عملت ايه وش كان عليا فلوس، المهم ان انا اتبقى معايا كام، $2000. اوكي. اول عن اخر، اول عن اخر، خلاص شاب 8 سنين شغال وفي مكانه بقى راجح بقى، اللي ماسك الاونلاين في مصر راح وراجح رجع بس انا كانت متدمر يعني، فلوسي كانت خلصانه على السفريات، وكانت حالتي امم. بص كرب يعني. انا بص، انا بخرج كتير، بنزل بس بدفع فلوس، بس انا مش عارف بصرفها في ايه، ولا بشرب ولا بسهر ولا بعمل اي حاجه، بس الفلوس بتخلص. وبسافر فبصرف فلوس كتير جدا يعني. اوكي. $2000. فانا دايما عندي حته اللي هو ايه يعني 2000، انا هيبقى معايا اكتر من كده بكتير بعد كده يعني. ما انا بصبر نفسي، بس فاهم. انت صح. ما انا دي حته من اللي انت واثق في نفسك، دي حته راجعه من الثقه، اللي هو ايه، إيه المشكله، ما انا هقدر اعمل كده اي. يعني. بس محتاجه تعب، لان مفيش حاجه بتيجي اكيد بالسهل، اكيد والاستمراريه بقى الموضوع متعب يعني جدا. اكيد. قلت هي سفريه ال 100 يوم دي يا قاتل هطلعها. يا قاتل يا مقتول. والله العظيم انا وانا مسافر رحت يا قاتل يا مقتول. بتكلم، انا ما بتكلمش مع حد خالص يعني. اوكي. بتكلم مع واحد صاحبي كده، قلت له انا هرجع من السفريه دي يا اما على الحديده وبدور على شغل، وانا ما عنديش مشكله، امم. هكون اتعلمت حاجات. اوكي. قلت له استحاله اكون متغرب 100 يوم بره مصر وعمال متكحرت وما اكونش اتعلمت حاجه. اي. قلت له بس خلاص، يبقى الشغلانه دي مش حباني، وما دام الشغلانه مش حباني هو مش بالعافيه، هو كده كده ربنا هيكرمني. امم. بس امتى بقى وفي اي شغلانه انا ما اعرفش، انا بجتهد وهو بقى ربنا بيروح زقك هنا، يروح زقك فاتح صح. لك طريق منين. اسمع بقى الكلام. سافرت معايا ال 2000 دول، وطبعا كله بيقول لي 100 يوم و2000 ده رقم تعبان قوي يعني. طبعا بقى انا رايح بقى هاكل وجبه واحده في اليوم، وجبه ونص وهوستلز بقى من اللي هي $3 والكلام ده. تروح دبي. طبعا دبي بقى اصحابي الجمال هناك بيستضيفوني بقى ويدلعوني ويشربوني وياكلوني. 3 4 ايام، 3 ايام بالظبط كانت التاشيره، 4 ايام، رحت 3 ايام. بعد كده طلعت من دبي على مالديفز عشان دي كانت ارخص تيكت يعني، رحت امم. دبي اصلا عشان كان ارخص تيكت لمالديفز كانت من دبي. اوكي. كانت ب 120 درهم حاجه كده، 2000 جنيه. امم. رحت 4 ايام، بصور طبعا وبنزل والناس امم. متفاعله، وانا بقى ايه، شايف حاجه. وانت كل لما انت ما تعرفش الرزق هيجي امتى، بس انت بتسعى يعني، والاستمراريه زي ما احنا ما قلنا من الاول خالص. اكيد. خلصت تايلاند، خلصت مالديفز ال6 ايام، صرفت فيها كتير جدا، بس برضو كله كان معمول حسابه يعني. امم. طلعت على تايلاند. بص بقى، قعدت 4 ايام في بانكوك، لا قعدت 6 ايام في بانكوك، كانت طلعت على بوكيت. تاني يوم، تالت يوم ليا في بوكيت، تاني يوم ليا في بوكيت ضاع مني 950 يورو. ضاع. اتسرقوا، ضاعوا، ما اعرفش لحد النهارده، ما اعرفش هم راحوا فين. امم. يعني $1000 تقريبا، 1100. فانت كده فانت كده سفريه ال 100 يوم باظت، والباظت في اليوم ال 16، اوكي. والبلان اللي انت حاططها باظت. وعايز اقول لك على حاجه، في حاجه لحد النهارده انا مش عارف ارجع لها. انا كنت بدات انزل فيديو فلوجز 17 دقيقه و18 دقيقه، قعدت اسبوعين كاملين، اول اسبوعين دول بنزل في الاسبوع 3 فيديوهات. امم. من الصدمه اللي انا خدتها لحد النهارده مش عارف ارجع. مش عارف ارجع في موضوع ان انا بقى ايه، اخد راحتي في التصوير، لان انا ساعتها بعديها ريحت فتره. فانت عشان ترجع تصور كتير الموضوع مش سهل جدا يعني، امم. تبقى ماشي بقى فاتح الكاميرا وعمال بقى. صح صح صح. فانا كنت دخلت في الاجواء قوي، وسافرت بقى ال 100 يوم، يا يكون يا ما كنش، امم. وهرجع بقى اشتغل عند بتاع عصير بقى، اشتغل في محل كشري لو باظت. انا ما عنديش اي مشكله خالص، ما عنديش اي مشكله خالص، انا اشتغل في اي مكان وادوس في اي مكان، والجامد بينجح في اي حته. اوكي. قولا واحدا، الجامد جامد في اي مكان على اي حد في اي حته، كده كده. بعد 16 يوم 17 يوم، نص فلوسك، اكتر من نص فلوسك اتدمرت، ضاعت. عملت ايه طبعا بقى؟ بقى ليله حزن بقى، ليله شؤم بقى، انا عمال بقى بكلم في نفسي في اوضه، كنت قاعد في اوضه كده جميله، كنت مروق على حالي يعني، عمال بقى الف في الشنط واعمل كده واعمل كده واعمل كده واعمل امم. كده، مش لاقي اي حاجه خالص، وافتكر طب وقع، طب خلاص دماغك عطلت خالص.
طب ارجع خلاص. والله اللي بحكيه لك ده كله حصل 100%. طب ارجع يعني خلاص، ارجع. هتقعد تعمل ايه؟ انت اكتر من نص فلوسك طارت. فلوسك اللي هتكمل يعني اللي انا معايا دول مش هيكمل. بدل 100 يوم السفريه كلها تبقى 30 35 يوم، وهتقعد من غير نفس كمان. يعني انت قاعد محبط، فانت مش هتطلع اي حاجه وعمال بتصرف في الحبه اللي باقي لك. يبقى الجزء ده ارجع بيه وخلاص بقى، يبقى ابدا حياتك من اول وجديد مم. بال 700 دولار ولا 600 دولار اللي باقيين معاك دول. عمال بقى قعدت بقى اقعد اعمل كده عامله كامل بقى اقعد اعمل كده واقعد على السرير واربع، وقعدت فاتح ستوري وقعدت بقى اتكلم بقى وانزل مع الناس، نزل ستوري وحكيت لهم فيها قصه عايز اطلع ايوه صح صح. والله العظيم بقى لقيت كميه ناس بعتالي انا ما اعرفهاش، تقول لي طب انت فين، طب اقامتك هتبقى عندنا، طب احنا في دبي، طب نبعت لك فلوس ونبعت لنا حسابك، طب في مصر بقى طبعا اهلي طبعا، طب نبعت لك. قلت مم. لهم انا مش هاخد فلوس من حد. قلت لهم مش بسبب ان انا هعمل فيها بطل الابطال، انا مش عارف ارجع لكم فلوس امتى. انا استلف منك ما عنديش مشكله، بس هقول لك الفلوس الشهر الجاي هترجع. لكن اوكي. انا النهارده على الله حكايتي، انا ماشي بصوا انا ما اعرفش انا رايح فين، انا متدمر، فهاخد منك فلوس هبقى قرفان ومديون؟ لا خليني قرفان بس. كمل. قعدت من هنا انا هرجع خلاص، الليله دي خلاص خلصانه ان انا هرجع. مم. انا هحجز تيكت طيران وهرجع بقى خلاص واشوف بقى اي حاجه، بس مش هرجع زارة. عشان كده هبقى فاشل فشل ذريع يعني. بعد ما هم كانوا عايزين بقى ايه اقعد معانا ونعمل لك اللي انت عايزه ايه، فجاه واحده يا جماعه رجعوني حاجه مش الطف حاجه يعني. مم. هم كانوا هيرجعوني، بس ليه يا عم؟ حاسس ان انت يعني هتبقى خدت خطوه لورا مش عايز تاخدها. لا خطوه لورا كمان. وعندنا الموضوع بقى ايه، انا ببص لها من ناحيه مختلفه. مم. فكره في الشغل ان لما انت تكون، لما يحسوا ان انت اللي محتاجهم، دي تكون حاجه مش حلوه. ايوه فاهمك فاهم. انت مش هتعرف تطلب حاجه. يعني الاول كنت اطلب وانا عامل كده مم. واروح طالب وهيتوافق لي عليه، ايوه لان هم اللي محتاجيني، فاهمك. لان انا جامد في الشغل. لكن بعد كده هيبقى في كسره شويه وفي مم. ما اعرفش ايه. لا فانا اقعد في البيت من غير اي فلوس خالص ولا اي حاجه يعني. وكل ده خلي بالك انا بقالي ايه، في حاجه كمان محدش برضو خد باله منها. انا بكلمك من شهر 10، من ساعه ما بدات، شهر 6 و7 اهو انا ما دخليش جنيه. اوكي. مركز. ففكره ان انت قاعد 8 9 شهور ما بيخشلكش جنيه، في صراع هنا مرعب. طبعا طبعا صعبه. الصراع ده هو اقوى حاجه، اصعب حاجه في الحياه. صعبه. انت مش فاهم بقى انت عايش ليه ولا انت رايح فين ولا. وبعدين بقى ايه يعني الحمد لله واثق في نفسك، بس بيجي عليك اوقات هو انا ما خلاص غلط. طب انت عملت ايه؟ نمت اليوم ده ان انا هرجع مصر اه. وخلاص وهقعد بقى شويه كده، وبعد كده بقى اشوف بقى حياتي بقى، انزل بقى اشتغل بقى ريل استيت بقى، اشوف ارجع في ريتيل بس في محل تاني بالسي في بتاعي كويس، فاقدر انزل اشتغل في اي ستوري يعني في اه. بوزيشن كويس جدا يعني. اه. صح من النوم بقى بني ادم جديد بقى. لا مش هفشل، ما فيهاش، ما هكمل باللي معايا، هكمل باللي معايا وعادي ايه اللي هيحصل يعني. كان فاضل مش لك مش حوالي. مش 600 700 يعني. يا خبر. هكمل، هكمل باللي معايا وربنا بقى ايه. فاضل لك كام يوم؟ انا لا ده انا كان بقالي 17 يوم يعني، ناقص لي لسه. 83 قول يوم. 80 يوم انا مثلا. لسه في تايلاند، انا عايز اروح ماليزيا اقعد شهر، وعايز اروح بالي اقعد شهر. طب عملت ايه؟ ما هو انا قلت هكمل ومش هبص. اوكي. انا اللي معايا يقعدني مثلا حلو. في تايلاند بقيه الفتره يوصلني ماليزيا اسبوع كده. طيب. حلو. صحيت تاني يوم لا انا مش هينفع، وطبعا بقى من كلام الناس وتحفيز بقى والكلام ده، قلت لا خلاص مش هينفع. حرام اللي انا بنيته ده كله يتهدي يعني. كنت ساعتها وصلت ل 200,000. اوكي. حرام حرام 200,000. اه اوكي. حرام يتهد. قلت لا انا هكمل 200,000 والناس شايفه ان انا بقى الجامد وانا اصلا بيخشليش ربع جنيه. فاهم. قلت لا انا هكمل وانا شايف حاجه حلوه هنا، لسه ما شفتش اي حاجه منها، بس انا شايف حاجه حلوه. احساس. انت احساس برضه ومذاكرتك للسوق وبتشوف اللي حواليك وبتشوف بتبقى شايف ليك نظره برضه ايوه يعني. ايوه.
دراسه حلوه يعني، لما بتذاكر بتفهم، بتعرف ده اخره ايه يعني. اوكي. قلت هكمل وبسم الله الرحمن الرحيم ويلا بقى، ووقت ما الفلوس تخلص انا هرجع. بس انا هفضل بالفلوس دي لحد اخر يوم، ومش هشيل منها في تيكت طيران رجوع، انا هخلصها كلها، واللي ممكن استلفه فلوس الطيران بتاعت وانا راجع. اوكي. فضلت بص بقى، البلان اتغيرت خالص. رحت طلع الورقه، قطع، بدل ما كنت حاطط بادجت الليله $10 مثلا او 8 للفندق، خليته 4. ما هقعد في 4 وحش بقى حلو، هقعد في 4. اكل في اليوم مثلا $10، هاكل باتنين، هاكل وجبه واحده في اليوم. عايز اقول لك انا راجع من السفريه دي خاسس فوق ال 18 كيلو. امم. كنت بلبس لبس ابن اختي الصغير بقى لما رجعت، قست كنت جايب له حاجات من الامارات، رحت قايسها بقى في قسما بالله خاسس عن دلوقتي 20 كيلو. اوكي. قلت هكمل وبسم الله الرحمن الرحيم. فضلت مكمل اسبوع بالظبط، و... وجات لي كامبين. كنت بدات بقى ايه، رحت واخد نفسي، قلت ده من عند ربنا يعني. بعدها بست ايام جات لي ناس كلموني كده، وقعدنا نتناقش وما اعرفش ايه لحد ما وصلنا الرقم جميل جدا. بس هم مش عارفين يبعتوا لي الفلوس على الحساب بتاعي، ما كانوش عارفين اوكي. فروحت مخليهم يحولوه على صاحبي في الامارات. مهم. فصاحبي في الامارات ده انا لسه هروح له شهر 9 ولا. قلت خلاص النفسيه اتغيرت لما بقى في فلوس بقى دخلت، ايوه. النفسيه اتغيرت. بس انا تارجت، طب انا هعيش بالفلوس دي، هعيش بيها يعني ازاي ما اعرفش. عشت بيهم الفتره دي كلها 90 يوم. بس راجع بقى، جت عليا فترات في النص، يعني انا بقول انا ليه بعمل في نفسي كده. جت عليا فترات في النص انا كنت بدوخ وانا ماشي، ما بهزرش، بدوخ من قله اكل ومن قله تغذيه. صعب طبعا. الاقي ناس عندي اخش بقى على فولورز الاقيهم كاتبين جنبهم دكتور كده، اروح داخل سائلهم مهم. بقول لك ايه انا بيحصل لي كذا كذا كذا. هم الحمد لله كنت محبوب يعني. يقول لي طب انت بتدخل، واقول لهم انا في اليوم انا هصرف كذا وما بدخلش جسمي غير كذا، اهم حاجه تدخل جسمك كذا وكذا وكذا. مهم. بدات اعمل كده على البادجت اللي انا حاطها، بدات اظبط شويه. كنت متدمر يعني، الصحه كانت نازله. قررت ان انا هرجع، رحت حاجز تيكت غلط، استلفت فلوس عشان ايه اللي بيحصل لك؟ انا صرفت كل حاجه كده خلاص، ومستني بقى ارجع الامارات بفارغ الصبر عشان اخد الفلوس من الوقت. فلوس بقى انزل اكل بقى واشرب براحتي بقى واعمل كل حاجه بقى، فاهم. حجزت، استلفت فلوس، كلمت اهلي هنا يبعتوا لي احجزوا لي تيكت. رحت بعت لهم اللينك، بعت لاختي اللينك، تك 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 كده احجزي على طول. اوكي. اللي انا بعته لها حجزته. منقين تيكت رخيص قوي للامارات وما اعرفش إيه. طلعت التيكت دي ما ينفعش نركب الطياره عشان خاطر بقى حاجه كده سيلف ترانسفير، وانا نازل الهند ولازم يكون معايا تاشيره الهند وقصص كده اه. حمضان. اوكي. اروح سفاره الهند في بالي، واروح ما فيش حد راضي يرد عليا، واكلمه ايميلات وكان محدش يرد عليا. اعوضك على الله، وايه يجي ايه ده جنب اللي شفناه قبل كده يعني. بقول لكم ايه، ظبطت الكارت بتاعي حيث ان انا ينفع يتحول عليا فلوس. بقول لكم انا ظبطت كل حاجه، حولوا لي فلوس انا هعمل كل حاجه تاني. كام؟ قلت لهم حولوا لي، ما اعرفش كان ساعتها كام، 17000 جنيه ولا. امم. انا هحجز تيكت تاني. رحت حجزت تيكت، و تيكت طيران على قد الفلوس بالظبط، انا عايز استلف اللي هو انا هقدر ارجعه. عملت ترانزيت في مالديفز 11 ساعه، وفي ماليزيا 6 ساعات عشان اجيب ارخص تيكت. في مالديف بقى انا قاعد في المطار، ما خرجونيش بره البلد عشان ما كانش معايا حجز اي حاجه. قاعد، هو انا لو اقسمت لك بالله ان انا معيش حق ازازه الميه، انت ما حدش هيستوعب يعني. اللي بيتفرجوا عليا دول مش هيستوعبوا. ازازه الميه عايز اجيب مش قادر، ما فيش. والله رحت، وهو المطار غالي كمان. رحت مكلم اختي، بعت لها قلت لها بقول لك ايه، انا ما بحبش اخد حاجه من حد خالص، اه. ما بحبش اطلب حاجه من حد، وانا هستحمل المية يعني. انا هعيش، هخش اشرب من الحنفيه. بس انا جوعت بقى خلاص، انا اه. جوعت، انا مش قادر. وبعدين بقى كتير 11 ساعه، وعايز اتسلى، عايز اتسلى اي حاجه، عايز ارفه عن نفسي، ما كفايه بقى كده. قلت لها ابعتي لي، ما اعرفش، مطار غالي جدا، قلت لها ابعتي لي امم. ما اعرفش 2000 جنيه عشان انا جعان. قالت لي إيه؟ قلت لها مالكيش دعوه باللي انا قلته، بس حولي لي فلوس. ما حولوا لي، دخلت جبت اكل وشرب ورجعت الامارات.
خدت فلوس من الواد طبعا بقى وانا متدمر وخاسس، جبت شويه هدايا كده لاهلي وانا راجع واصحابي وما اعرفش ايه وولاد اختي وكده. امم. فلوس خلصت، بس انا شفت بقى ان انا فعلا كان عندي حق ان انا اصبر. اي اي. صرفت الفلوس، بس لا في حاجه اهو، فاهمك. يبقى نورس اكتر يجي حاجات اكتر. شفت؟ صح قلت لك القصه دي هتعجبك. صح. قصه انا لحد النهارده ما اعرفش انا عديت منها ازاي. الكلام ده كان امتى؟ 2023، من 23. سنتين. سنتين. انا لحد النهارده انا انت مش عندك كام فولور على الانستجرام؟ 636 ما شاء الله. 635 ما 627. شاء الله. اه بس انت اكتر حاجة انستجرام. انا مهتم بالانستجرام، انا بحس الناس اللي فيه شبهي. امم. اوكي. اه طب انت رحت تركيا؟ رحت تركيا مرتين. في حاجة كده الناس تتكلم عليها، يعني زمان لو تفتكر اللي هو بقى 2014 انا و15. انا كده حسيت، عارف انت هتتكلم في ايه؟ قول كمل. تركيا دي يعني اللي هو كان تروحها بأي بربع كلام. جنيه بأي كلام. ايوه. الناس دلوقتي بقت بتقول ان لا تركيا غالية. امم تركيا حتى الحاجة جوه غالية. اكل بقى لبس مش عارف ايه. ما تروحش تركيا اصلا، انت ممكن تروح مكان تاني احسن وارخص. يعني انا بكلمك مثلا في اسبانيا فاهم قصدي؟ بص، هل ده صح؟ هو يعني اللي انا بص انا رحت قابلت ناس في تركيا كتير هم عايشين هناك اصلا. طبعا فرق الاسعار اللي انا بسمعه هو كله طبعا لما انا بروح يقول لي ايه ده، دي كانت بكذا. طبعا الاسعار دي يعني ايه ده يا جماعه، دي كانت بربع جنيه. انا ما رحتش زمان، انا لسه رايحه السنه اللي فاتت، شهر 12 اللي فات تقريبا، كان اول اوكي. مره. بعد كده رحتها شهر 2 تاني. فانا ايه يا جماعه بجد، وفرق الاسعار كده؟ انا مش مصدق، فعلا كانت رخيصه بطريقه يعني بنت لذينه. اوكي. بس انا ليا راي مختلف في الموضوع ده. ايه بقى؟ يعني هي الاسعار فعلا ضربت عن زمان ضربه مرعبه. يعني مرعبه، يعني مش ضعف واثنين لا 10 اضعاف و15 ضعف وحاجات كده غريبه يعني. بس هو السوق العالمي كله كده. اوكي. السوق العالمي كله كده. هي نسبه وتناسب. اه. انت بتقارن انت بتقارن ايه؟ انت بتقارن ايه بايه؟ بتقارن تركيا بتركيا؟ انا كواحد بيسافر، انا بقارن تركيا بالبلاد اللي انا بسافرها. امم. يعني مثلا بقارن، انا ماليش دعوه. تركيا كانت زمان ازازه الميه بربع جنيه، طب ما انا عندي في مصر زمان كانت بربع جنيه برضه، ودلوقتي بقت ب 10 جنيه. هو نفس القصه، كان زمان بليره، دلوقتي ب 20 مثلا، ب 20 ليره، ب 30 ليره. طب ازازه الميه دي مثلا هنقول مثلا في تركيا بتتجاب بدولار، فهتلاقيها برضو في اذربيجان بدولار، هتلاقيها في نفس اسبانيا القصة. بدولار. واقول لك على بس حاجه، استيل تركيا ارخص. برضو. اه ما هو ده اوكي. بقى انا بقول لك ليه راي مختلف، ليه؟ عشان هي ستيل تركيا ارخص. هي الناس بس بتتكلم زي ما انت قلت بتقارن تركيا دلوقتي بتركيا زمان، بالظبط، فاهم؟ وده غلط. هو السفر كله دلوقتي ما بقاش كده. انت بتقارن، انت الناس اللي بتسافر هم هيفهموا الكلام ده قوي. انت بتقارن سعر الحاجه هنا بسعر الميه في فيتنام، بسعر الميه في صح. فرنسا، بسعر الميه هنا، بسعر الميه هنا. هتلاقي ان تركيا ستيل لسه رخيصه. اوكي. طب انا عايزك تقول لي. يعني تركيا بالنسبه لي، عشان ما اقطعكش، بس لا. تركيا بالنسبه لي لحد دلوقتي من البلاد اللي هي لو بادجت تسافرها. برضو لسه لا ده بس هي مشكلتها في حاجه واحده بس، ايه بقى؟ تاشيره. اه. تاشيرتها ب 10000 جنيه تقريبا. ما هو برضو ما هم حاطين القصة بس دي. طيرانها رخيص جدا. رخيص صح. طيرانها رخيص جدا، م-م. بس انت لو معاك شنجن تاشيرتها تبقى رخيصه جدا. جدا صح. وطيران رخيص جدا، فنادق هتلاقي هوستلز، وهتلاقي فنادق حاجات اسعارها اه. كويسه. الاكل والشرب هناك تقدر تظبط الدنيا على ان انت تروح هناك عادي جدا، اسعار عادي كويسة. جدا جدا جدا. انا كنت برضو انا بسافر برضو ما بسيبهاش كده. اه. لا كنت بسافر البادجت ولا وظبطت معايا يعني. حلو. طب في حاجات غريبة شفتها في سفرياتك؟ يعني عايزك تقول لي كده كام حاجة. حاجات غريبه شفتها في سفرياتي. او اغرب حاجات مثلا. هو حاجه من ضمن الحاجات اللي كنا لسه بنتكلم فيها موضوع البيض. البيض ده خلاص. اه اه انساه ده خلاص. لا ما هو دي حاجه بالنسبه لي حاجه غريبه. شفتك بتقول في لا نيبال. استنى، يا ابن الذين جامد كنت لسه. لا مذاكر. ده رعب ده. ايه الحوار ده؟ ده رعب. بيتجوزوا؟ ده انت كده حاجه تانية. لا انا كان قصدي حاجه تانية، بس خلينا قول نتكلم. الاتنين. ماشي خلينا نتكلم في البنات اللي بيتجوزوا شجر. اه ايه ده بقى؟ اه لا دي طقوس، في كوره محدده في نيبال، مش في كل البلد اوكي. يعني. في بنات بيكونوا بيفضلوا فتره طويله من غير ما يتجوزوا، فبيقول لها هتتجوزي شجره
حاجه كده عندهم برضو في الكرة. اوكي. وبعد كده عشان تفك النحس. اه. خلي بالك هناك برضو في ان ممكن البنت في ليله دخلتها ما بتباتش مع جوزها اول ليله، عشان انت حاجه كده تبع العيون بتاعت الجيران بقى، وعايزين نكسر عينيهم والكلام ده. اوكي، العين. عشان الحسد يعني، بالظبط. اه، العين. عشان الحسد. طب والحاجة التانية؟ الحاجه التانيه ده الرعب بقى الحقيقي، حرق الجثث. اه، بس في بلاد كتير بتعمل الحوار ده. بس اصل نيبال والهند هم اللي اكتر بلدين مشهورين بالكلام ده. اوكي، وكنت اعتقد برضو سويسرا بيعملوا كده. يا اه، سويسرا بيعملوا الموضوع ده. بس عايز اقول لك على حاجه، الموضوع شفت بعينك قبل كده. لا لا، الموضوع صعب. بس ما هي الفكره بقى في كده. لا، الموضوع صعب. هي في حاجات كتير احنا شايفينها من التلفزيون والكلام ده، بس انت تشوف ده بعينك. انا كنت مسافر تبع وزاره السياحه يعني، اوكي. تبع نيبال. كان معايا جروب كده لطيف صغير يعني. اول ما دخلنا هم راحوا خارجين على طول. مم. انا فضلت انا من البدايه لحد ما الجثه اتفحمت قاعد. دي فعلا من اغرب الحاجات اللي شفتها في حياتي. هو كل بلد وليها عادات وتقاليد وطقوس وحاجات كده، بس لا. وبعدين هو الفكره كمان مش في ان هو واحد بيموت فبيحرقوه، لا انت تعالى بقى من الاول. مم. يعني انا هحكي لك بسرعه كده. هو بيجيبوا الجثه لابسه زي ما هي عادي، لابسه لبسها. بيكونوا شايلينها كده على التابوت الخشب ده، مش تابوت بقى، حاجه كده خشب. تمام. شفت السلم مهم. خشب بس منيمينه عليه. بيكونوا حاطينه على نهر، ده نهر مقدس، لازم الرماد بتاعه يترمي في النهر ده، حاجه دينيه يعني هناك. مهم. لازم العيله كلها تكون حواليه. بيجيبوا ميه من النهر ده، يقروا عليها حاجات ويحطوها في بقه. انا في الاخر لقيت الراجل بطنه بقت قد كده، بيحطوها في بقه وهو ميت. وفي الاخر يروحوا سايبين له فلوس. اوكي. العيله كلها بتعمل كده، بيتلم عليه فلوس كتير قوي. حطوا الفلوس دي كلها في الاخر وادوها لست، اعتقد ان الست دي مراته، اعتقد يعني. لمت مبلغ يعني. مم. اعتقد ان المبلغ ده ادوه لمراته ده. خدته بعد كده، خدوه نقلوه لمكان تاني، خشب وحطب والكلام ده. بدأوا يقلعوه هدومه. مم. كانوا مغطينه بحاجات كده، هما بيلفوه بروب، مش روب، بس حاجات ستان كده لونها احمر، والاورنج بتاعتهم دي ستان ستان ستان. اه. بدأوا يقلعوه اللبس بتاعه أها. من تحت الحاجات دي، ويقطعوه بمقص. ولعوا حطوا قش عليه عشان زيادة الاشتعال. وانت شايف جثة قدامك بتولع واهله قاعدين. انا مش مركز مع الجثة على قد ما انا عايز اشوف رياكشن اللي حواليه، ولا اي حاجة يعني. مش اي حاجة. اوكي. اوكي. وهو كده كده اللي انا فهمته بقى ان هو يعني، هو ما هيفضل موجود معاهم يعني. هو هيرجع لهم بس بشكل تاني. اوكي. يعني هو جسده راح بس هو هيرجع دي لنا تاني. المعتقدات بتاعتهم. هيرجع لنا بقى على هيئة بقى عصفور، على هيئة بقى حصان. والله ما بهزر. فاهم ما انا فاهم ما لا انا فاهم. بحب، انا بقى معتقدات بقى. انا بحب اسال. طيب، خلينا يعني دي اغرب حاجات، ها. دي من اغرب. في بقى في افريقيا، مم. لما رحت القريه بتاعت اكلي لحوم البشر. اوكي. بس هم بعد ما اتطوروا بقى، اوكي. بعد ما بقوش اكلي لحوم بشر خلاص، بقوا ناس طبيعيين خالص، بس عايشين في مدينه لوحدهم دي بتاعتهم. اه. لا حاجه كده خطر برضه. اصلا الاطفال اول ما شافونا عيطوا. بالنسبه لهم احنا حاجه غريبه. اه، خايفين يعني. خايفين، هو شايفين حاجه ايه ده، انت بقى انت شكل غريب. انت اوكي. هيكل غريب. اه. الطفل طبعا بقى احنا رايحين عايزين نتصور مع الطفل ومع لقيت وصريخ ومش عايز، خايف يتمسك اصلا. طب لو انا دلوقتي عريس وعايز اعمل شهر عسل في مصر، قول لي 3 اماكن. عريس شهر عسل. اه. شرم الشيخ. اوكي. شرم الشيخ ليه بقى؟ فيها كل حاجه زي ما اتكلمنا فيها من شويه. وانت اوكي. كعريس انت قول لي اماكن. ماشي. شرم الشيخ، مرسى علم، اوكي. الجونه. دول احسن اماكن بالنسبه لك شهر عسل؟ شهر عسل. طب بره مصر مش شهر عسل؟ مش شباب مصيف. لا لا لا، شهر عسل، شهر بقول لك عسل. انا عريس. اه بقول لك انا عريس. شرم الشيخ، اه. مرسى علم، الجونه. طيب لو بره مصر؟ بره مصر خلينا نقول على حسب بقى البادجت بقى. بس خلينا برضو نقول بلاد كده على طول. اقول لا ماشي. بالي حلوه جدا. اوكي. يعني هي اكتر بلد اول ما تقول هاني مون تلاقي بالي او مالديفز. بالي، بس هي بالي في احسن يعني. انا بالنسبه لي بالي
اه وتايلاند وفيتنام، بس انا بحب ارشح لهم فيتنام اكتر، فيتنام. سبيشالي لو الاتنين مجانين. اوكي. على حسب برضو الاتنين شخصيتهم ايه، عايزين مطاعم، بص هنقول برضو كل حاجه. اوكي. بالي مطاعم رومانسيه، هتخش اي حته تلاقيهم منورين لك مولعين لك شمع والالوان والاضاءات، فهتعيش اجواء رومانسيه. اوكي. تايلاند انت ومراتك هتروحوا تتجننوا هناك وتعيشوا نايت لايف مرعبه، وبحر وجزر وبتاع. فيتنام فيها كل حاجه. الستوري او سوري الريل اللي انت كنت حاططها بتقول فيه شارع الدعارة، اه ده فين؟ ده في فيتنام، في مدينه اسمها هوتشمين. فيتنام. اه انت رحت تايلاند وشفت اللي في تايلاند، اللي في بوكيت واللي في باتايا بطل. واللي في باتونج. اه. اه اوكي. باتونج اللي في بوكيت. اه ماشي. اه يعني هي شوارع. هو احنا مش بنعمل الفيديوهات دي عشان بنسوق للدعارة ولا حاجة لا عشان لا الناس لا. بتفهم غلط، بس انا ده دوري كواحد بيعمل فيديوهات في البلد، لازم اوريك كل حاجة. دي ضحكني صراحة انا طريقتك فيه وانت بتشرح. انا لازم اوريك كل حاجة. وبعدين خلي بالك، هو انت لو ركزت مش هتلاقيني مبين اي حاجة. لا 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 يعني مفيش مش هتلاقيك حاجة. بقى مبين انت واحدة بس بقى. بتشرح، انت انا بتشرح بعرفك الشارع ده فيه ايه، وكل واحد حر. انت اه. بني ادم بالغ عاقل، انت عايز تروح روح، مش عايز ما تروحش. انا بقول لك انا رحت اهو، ما اتبسطتش، بس الشارع ده موجود هنا، وده من اقوى الشوارع السياحيه اللي موجوده في اوكي. فيتنام او في تايلاند. طب ايه الاماكن اللي رحتها جوه مصر حسيت انت انبهرت؟ جوه مصر. اه. آه لا مرسى مطروح دي. انبهرت. مرسى مطروح دي جنه. طبعا انا شرم الشيخ مش هتكلم عنها تاني عشان خلاص كلكم كده شرم الشيخ. انت مرسى مطروح دي رعب، جنه. اوكي. انا كنت لا انا ليفل الانبهار عندي مرعب، يعني وصل لحته كده انا مش مستوعب. ده في جوه مصر. مم. طب بره مصر انبهرت؟ لا كل البلاد حلوه. ده اصعب سؤال، بس كل البلاد حلوه. انا حبيت تنزانيا قوي 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 قوي. اذربيجان بلد جميله. فيتنام عظيمه عظيمه. مم. تايلاند حلو قوي. انا بحب الامارات جدا على فكره. الامارات بحس فيها ان انا بلد برضو دبي. فيها كل حاجه يعني. لا انا بتبسط، لا الحمد لله بتبسط في كل البلاد. بس ممكن نقول مثلا تنزانيا، يلا. تنزانيا وفيتنام، يلا لو تنزانيا. لو انت عايز بلدين. بس كل البلاد حلوه، كل بلد فيها حاجه حلوه، خلي بالك. اوكي. طب ايه الاماكن اللي في الليست بتاعتك لسه ما رحتهاش نفسك تروحها؟ انا لسه ما رحتش حاجه اصلا، لسه ما يعني بداتش. قول لي توب 3. ماشي يلا. انا نفسي يابان والصين. يابان والصين. اه كل واحدة. ده ان شاء الله الشهر الجاي. ان شاء الله. اه وبرشلونه. برشلونة. اسبانيا. اسبانيا. اه دول الثلاث اماكن. وان شاء الله دي برضو في شهر 10 11 كده ان شاء الله. طيب انا هسألك سؤال اخير بقى. يلا. احنا يعني انا مبسوط والله من لا مش الكلام. مرتبط، مش مرتبط. لا لا. لا انت الكلام معاك حلو، وانت يعني عندك قصص وحكاوي كتير حلوة. لا ده لسه في جزء تاني ان شاء الله. اكيد. ما انا هي نعمل جزء تاني عشان لسه القصص ما خلصتش. هنقول وهنعمل كل حاجة. انت السؤال ده يعني مش عارف تعرف تجاوبني عليه ولا لا. ايه في ايه؟ انا بدات اتوغوش. راجح. لا لا لا. ماشي. راجح. في بلد حسيت انها شبهك، يعني اللي هو ايه، تحس ان انت البلد دي شبهي مم. انا، او لو راجح بلد هيبقى ايه؟ جزيره. اي ايه؟ جزيره. اديني مكان، لوكيشن. مم. حاسس انها شبهك انت. بالي. بالي. مم. ده اكتر مكان حاسه شبهك. اه مش يعني شفت لما جينا اتكلمنا على اكتر بلاد انا حبيتها، ما امم. قلتش بالي. امم. بس لو هنتكلم على اكتر بلد شبهي او ممكن نقولها بطريقه مختلفه، ايه البلد اللي نفسك تعيش فيها؟ اوكي. هي لا بالي، بالي اه. عايش فيها جدا. امم. طب وبقى هسألك سؤال كمان معلش. ماشي. وحاجه كمان ممكن نقولها انا برضو طولت للناس. عليك لا معلش. لو يهمك حاجه ممكن نقولها للناس. الناس كتير بتبعت لي برضو ان هي عايزه، هي مثلا هم فريلانسر وعايزين يشتغلوا، يقعدوا يقيموا في بلد وهم شغلهم بقى من على اللابتوب بتاعهم. بالي هي احسن بلد تقدر تعمل فيها الكلام ده. اوكي. اوكي. طب ايه الاماكن السهله في الفيزا او ملهاش فيزا للمصريين؟ ماشي يعني يلا اه. هنعدهم. هقول لك البلاد السهله كفيزا، ولا اقول لك البلاد؟ ماشي انا اقسمهم. هقول لك دلوقتي البلاد اللي من غير فيزا خالص، واقول لك بعد كده البلاد اللي تاشيرتها تطلع لاي حد عادي. ماشي. اوكي.
دلوقتي في بالي اندونيسيا من غير فيزا. اوكي. بتاخدها عند الوصول يعني، تروح اوكي. هناك تدفع اون تخش. ارايفل يعني. بالظبط. اها. ماليزيا من غير تاشيره. اوكي. مالديفز من غير تاشيره. ماشي. تنزانيا اون ارايفل حلو. ب $50 اول ما بتوصل. حلو جدا. لبنان انا في المطار برضو هناك عند الوصول ما اعرفش ب $6-7. اوكي. آم، تايلاند دلوقتي بقت معقده شويه، تايلاند بسبب ضغط المصريين وضغط والعرب هناك، والناس اللي بتسافر ما بترجعش، صعبوا الورق شويه. كانت اوكي. الاول سهله قوي، دلوقتي لازم بقى اونلاين وتكون عندك حسابك البنكي ما اعرفش فيه كام، وتجيب بقى حاجات تبع الشركه اللي انت شغال فيها بس. غير الاتش ار. بالظبط، فبقت فيها قصه بس سهله يعني، بس ما بقتش سهله قوي يعني. اوكي. فيتنام تاشيرتها مضمونه 100%، بس يعني تقدم عليها اونلاين قبل ما تسافر. يعني انت تقدم عليها اونلاين قبل ما تسافر بس. بالظبط. اوكي. في بقى سيشل من غير برضو تاشيره. مهم. دي البلاد اللي الناس بتحب تسافرها ومن غير تاشيره خالص يعني. المصريين يعني. اه اوكي. مصريين والعرب كمان. اوكي. في بلاد بقى تاشيرتها سهله، زي مثلا اذربيجان، بتروح السفاره تاخد التاشيره، بتقدم تاخد تاشيره على طول، حتى كبنك ستيتمنت ارقام كده عبيطه. اوكي. في الامارات من غير كشف حساب ولا غير اي حاجه، بتقدم تاخدها على طول، بس دي خلي الشركه تعملها لك احسن يعني. اوكي. آم، فيتنام زي ما قلنا تقدم عليها اونلاين بتطلع في 3 ايام بالظبط. طبعا الشنجن بقى والكلام ده ليه قصه تانية خالص. آم، ايه تاني؟ هي قبرص فيزا سهلة؟ اه اه. مش صعبه، مش صعب. مش سهله بس مش صعبه. اوكي. اليونان طبعا تاشيرتها صعبه جدا برضو، من مم. اصعب التاشيرات برضو اللي ممكن تاخدها يعني. مم. آم، بس حلو كده. لا في ارمينيا، انا بفتكر لك، لا في ارمينيا. اوكي. ارمينيا برضو تاشيره ب $7 كده اونلاين تطلع على طول. مهم. في مونتينيجرو البانيا. مونتينيجرو. بص، عشان الناس برضو مش فاهمه القصه دي، مونتينيجرو والبانيا الاثنين من غير فيزا للمصريين، من غير فيزا؟ بس مش اي حد يعرف يسافرهم. اشمعنى؟ هم من غير فيزا للمصريين بس في وقت محدد من السنه. امم. فمثلا يقول لك على حسب هم يفتحوا، يقول لك مثلا من شهر 8 لشهر 9 في الصيف بس. تعرف منين؟ ما هو على الموقع الرسمي. على الويب سايت اه يعني. اوكي. وايه كمان، ما تكونش جاي لوحدك، لازم تكون جاي مع شركة سياحة من اللي احنا متعاقدين معاهم، صح، ايوه انا سمعت الموضوع ده. عشان دول اسهل بلدين تطلع منهم على بره على طول. صح. فلازم تكون جاي مع في حتى شركات. في الطيران هم بيبقوا مأجرين طيران، صح؟ بيروح بالظبط، عليهم بيطلعوا طول. بطيارة كده كلهم ايوه مرة واحدة. ايوه ايوه. يا اما بقى لو معاك شنجن دي قصة تانية، بتخش بتاخدها عند الوصول على طول اوكي. يعني، في اي وقت بقى عادي بقى كمصري يعني، لو معاك شنجن تروح في اي وقت. اوكي. عشان البلدين دول حلوين جدا، بس ما ومن غير فيزا، فالناس بتروح وبتتفاجئ يعني، ممكن يرجعوهم عادي جدا يعني. امم. الاردن. الأردن ملهاش، صح؟ انا انا عمال افتكر في بلاد كتير يا جماعه. الاردن. جميلة بصوا الأردن. يا جماعه، الاردن اندر ريتد بطريقه مرعبه، الأردن احلى بلد في الحياه، جميلة هي فعلا، صح. ومن غير فيزا. من غير فيزا، عشان الناس فاكره من غير فيزا. بس نصيحتي ليك، هتسافر الاردن لازم تكون معاك طيران رايح جاي، حاجز طيران رايح جاي، لازم تكون حاجز فنادقك هناك، لازم يكون معاك بوكيت ماني محترم، عشان لو معكش الكلام ده هيرجعوك بلدك تاني. أصلا. اوكي. بس كبلد محتاجين جميلة. حلقة لوحديها الأردن دي. جميلة فعلا. مم. أنا طولت عليك أنا عارف، لا لا لا، معلش. مبسوط أنت جدا والله، أنا وأنا وخدنا انبسطت. راحتنا خالص. أصلي بص أنا بحب السفر، اه فأنا ممكن أقعد معاك بالعشرين ساعة يعني. في مفيش جزء مشكلة. تاني، في إن جزء شاء تاني الله كده إن كده. شاء الله. اتبسطت بقعدتك وبكلامك وبحكاوي حبيبي اللي أنت حبيبي. حكيتها. ويعني مش عارف أقول لك إيه، والله يا راجل حبيبي، ولو في أي حاجة أنت عايز تقولها بقى قول. لا خلاص كده، انا اتبسطت ان انا كنت معاك النهارده، حبيبي. وان شاء الله يعني نكون كنا خفاف، أكيد وصلنا أكيد. المعلومات بطريقه كويسه، وان شاء الله يعني القصص الحزينه اللي انا قلتها دي يا رب بس تكون كده يعني ايه، الناس تاخدها من الجانب الايجابي، يعني الناس تبص ان الحياه مش سهله زي ما هم متخيلين، بس انت برضو اللي بايدك، مفيش حاجه هتيجي بالسهل. دي نصيحه للناس، مفيش حاجه هتيجي بالسهل، كل حاجه هتيجي بس لازم تتعب شويه. أكيد طبعا. السوق بقى زحمه،
التنافسيه بقت اكبر بكتير. اللي كنت محتاج تعمله زمان في بتاع ازاي، اللي كنت محتاج تتعب فيه 10 من 10 زمان عشان توصل، دلوقتي محتاج تتعب 20 من 10 و30 من 10 مم. و200% و300% و400%. صح. محتاج تزود 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 عشان توصل اللي انت عايزه، وكده كده هتوصل. يعني هي النتيجه معروفه، اللي بيتعب نتيجته معروفه. النهارده بقى بكره، بس النجاح جاي، هي مساله وقت بس. والله انا مبسوط بكلامك ده، والتفاؤل بتاعك ده جميل اصلا، وحابب يعني اشكرك تاني. حبيبي وان شاء الله نعمل حلقة قريب ان تاني. شاء الله. حبيبي. حبيبي